حاسس بمتعة في المكان، مش شرط تربية الأسماك بس. مزرعتي، المكان اللي بيمثل لي المستقبل ليا ولأولادي، ليه ما يكونش بالنسبة لي حاجة ممتعة؟ وعلى فكرة مش مكلف جدا. الناس يمكن فاهمة غلط الدنيا. اللي بيبقى واخد مساحات من الأراضي ديت وبيستصلح فيها بيصرف كتير على فكرة، مش ما بيصرفش. لكن الموضوع كله هو ان انا ازاي اسستم الموضوع ده كله كده واحوله لمكان بتفاصيله ابقى مشتاق له، ابقى بقول امتى يجي اليوم اللي اروح ابص فيه على مزرعتي، على عمالي، على المكان اللي موجود فيه، على الاسماك اللي عندي. ليه ما احولش المكان ده لحاجة فعلا ابقى حاببها، وابقى حابب ان انا اروح واستمتع بيها؟ يا جماعة ليه احنا بنصعب الدنيا على نفسينا ليه؟ حابب ان انا اوضح لكم فكرتي دلوقتي، يمكن من شوية التصميمات اللي هتظهر كمان شوية، اللي فيها الاحواض بفكر بيسمح للاسماك انها تنمو فيه اسرع واحسن وبمعاملات تحويل افضل من الاحواض العادية اللي احنا حتى انا كنت كمان بصممها وبنفذها. يمكن ده كده برضو بيوريني الفكرة بتاعته شكلها ايه. ادي حوض اهو، وادي الفيو بتاعه شكله ايه، وادي مكان تاني برضو هنا ده في قلب الصحراء. الموضوع كله ان هو انا بوزع الماتيريال اللي موجودة عندي، وبصمم الاحواض بشكل مناسب، وبصمم القعدة بتاعتي هي كمان بشكل مناسب. اوزع الطوب بتاعي الشكل اللي موجود عندي، ببطنه بالمشمع، وبنزل فيه المية طول النهار اللي موجودة، وده بيجدد المية بالنسبة لي اللي موجود عندي. ازاي اوظف ده كله في شكل جميل زي اللي هشوفه دلوقتي زي ده كده؟ دي برضو ادي مجموعة من الاحواض. احواض بقسمها بشكل لطيف وظريف. مش شرط يبقى كل الخامات دي موجودة او كل الشكل، لكن دي بتورينا فكرة الاحواض تبقى شكلها ايه. ان انا بعمل جزيرة زي اللي في النص دي كده، بقعد فيها بقضي فيها يومي، بقضي فيها جزء كبير من حياتي زي اللي انا شايفه كده دلوقتي. زي دي بالذات يعني يمكن دي من افضل التصميمات اللي ممكن بتتنفذ على الاحواض السمكية. ان انا اعمل جزيرة في النص زي كده، بيبقى فيها مكان للقعدة، فيها الاستجمام، واقضي فيها يوم بعد يوم طويل كنت بشرف فيه على مزرعتي كلها وببص فيها، وارجع اقضي وقتي ما بين الاسماك بتاعتي. يا ريت حاجة زي كده ان احنا نستثمرها صح، وتبقى استثمار وبالنسبة لي متعة كمان. كنت معكم وجيه خوجة من قناتي على اليوتيوب وعلى تيك توك. لو حابب تعمل حاجة زي كده، احنا عندنا الخبرة الكافية ان احنا ننفذ لك دوت بأسرع وقت وبأقل تكاليف وبأجمل شكل. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.